تخيل تاخذ سيارة دين وما قلت لها معك شهر فوق هذا تنسرق. يا أخي اقسم بالله غبنة. أنا أسامة غالب محمد عبد الناجي، أنا محتوى على اليوتيوب، إن شاء الله أكون صانع محتوى يعني نتكلم عن الآثار وعن حضارتنا وعن تاريخنا. بس يا جماعة صار معي سالفة اقسم بالله ان يشيب لها الراس والله العظيم. رسالة اوجهها لكل شخص عنده ضغوطات في الحياة. يا اخي خفف عن نفسك، خفف عن نفسك. ليش؟ لان اذا ما خففت عن نفسك الضغوطات بتزيد فوق الضغوطات ضغوطات. اقسم بالله ان هذه السالفة صارت معي انا شخصيا. خلونا نبدأ من اول سالفة. انا اشتريت سيارة وانا موظف في احد الشركات. السيارة هذه اللي اشتريتها تقسيط، يعني اول ما استلم الراتب اسددهم، يعني فهمت؟ يعني كنت اول ما اروح اداوم اروح اجنبها قدام الصرافة، قدام الشركة اقصد، احنا نسميها صرافة وانت تسموها شركة. فاول ما اروح اجنب قدام الشركة، كل يوم اروح اجنب قدام الشركة، يعني في مكان معين. اذا ما حصلت مجال، يعني اذا حصلت حد مجنب مكاني اروح اجنب الشارع الثاني كذا. يعني متعود من اول ما اشتريت السيارة الى اليوم هذا وانا اجنب في ذاك المكان. يوم من الايام اجيت وان الشارع كان في زحمه شوي، انا ما ادري ايش سبب الزحمه، بس ما ادري الشارع كان زحمه. اشوف ان قد في واحد مجنب بنفس المكان حقي. قلت يا ليل، وين الحين اودي سياره؟ وين اوديها الشارع الثاني عاده زحمه. قلت خلاص فرصه، بروح اوديها عند المهندس عشان يغير الزيت، قدها فرصه وحطها عنده. رحت وديتها عند المهندس، قلت لها غير لها الزيت، ودخلت اداوم. المهم دخلت اداوم، وكمان يعني انا هناك ماسك فرع، يعني شركة معها عدة فروع، فهمت؟ فانا ماسك احد فروعها، يعني فهمت؟ يعني مدير، يعني حركات. المهم رحت وداومت وكملت دوامي، وكان في ضغط زحمة ذاك اليوم الشغل. انا قلت لك الشارع زحمة. اول ما خلص الدوام اطلع من الشركة اشوف سيارتي ما هي موجودة. قلت وين سيارتي؟ قلت يمكن انها في الشارع الثاني. اشوف ما هي موجودة. قلت اقول ايش في؟ سيارتي انسرقت. كيف تنسرق؟ مفتاح معي، يمكن هذا مقلب، اكيد هذا مقلب. اخذت الجوال ودقيت على علي، السياره حقي هي معك؟ اي سياره؟ سيارتي هي معك علي، بدون مزاح، بدون سيارتي معك. يا اسامه وش السياره؟ وش يقول؟ يا اخي المفتاح معي. اقفل الخط، قل وين السياره؟ والله اني كنت خايف اني انجلط. يعني احيانا انا اشوف ناس تجيهم جلطات، يعني اذا حصل صدمه تجي له جلطه، تجي له. كنت اقول حاول تهدى. كنت هدي نفسي. شفت لي مكان معين جلست، كنت اقول كذا. كنت والله اني كنت افكر اقول حاول تهدي نفسك. السياره بتجي بدلها على السياره، تحاول تهدي نفسك. سهل. صح انها تقسيط وانها دين وعادها ما قد لها شهر دين. تخيل تاخذ سياره دين وما قد لها معك شهر فوق هذا تنسرق. يا اخي اقسم بالله غبنه. كيف افكر كذا، كيف اسوي. الحل الوحيد اني اروح ابلغ خلاص، وقدر الله ما شاء فعل. ايش اسوي؟ رحت المديريه، بلغت، ورحت اتصلت على المدير، قلت له سيارتي انسرقت. قالوا لي كيف؟ قلت له ما ادري كيف انسرقت، يمكن القى واحد سحبها او كسر الزجاج ومدري كيف هندس لها كذا وسرقها. المهم رحت بلغت، وطلبوا مني الصور، اعطيتهم الصور حق السياره. ويوم اعطيتهم الصور قالوا خلاص بيدوروا عليها وان شاء الله انهم يلاقوها. روحت البيت، حتى ما علمت امي السالفه، لان انا عارف لو علمت امي السالفه عاد بتزيد فوق الطين بله. قلت اقول الحين امي مسلفتني 5000 سعودي من فلوسها الشخصي علشان اوفي قيمه السياره. كنت اقول كيف اطلع وجهي قدامها الحين اقول لها سيارتي انسرقت؟ يعني واحد يستحي. اول ما دخلت البيت سلمت عليهم، السلام عليكم. وعليكم السلام. دخلت غرفتي وقفلت على نفسي، وانا والله في هم ما يعلمها الا الله. افكر كيف اسوي سيارة انسرقت. كنت في هم والله ما يعلمها الا الله يا جماعة. بعدين شوي ويجيني اتصال، اشوف الرقم وانها المهندس. قلت المهندس وش معه؟ ذكرت سيارتي انها عنده. تخيل كذا، يعني قد رحت بلغت وسويت كل شيء، بلغت ودخلت في حالة ما يعلمها الا الله، والنهاية اكتشف السيارة انها عند المهندس. حتى اول ما فتحت الاتصال قال لي المهندس شكلك ما عدت بالسيارة. قلت له والله ما ادري وش اقول لك. خلها عندك واروح باجيك. وجيت لها اليوم الثاني واخذت سيارتي ورحت. السيارة عاد اليوم اخذتها من عند المهندس، حتى الان اخذتها من عند المهندس وصورت لكم هذا الفيديو كذا بسرعة. يا اخوان التصريح حقي عاده ما قد طلع،
اللي يسالوني ليش ما عاد صورت، ليش انا الحين مقدمت على تصريح اني اروح اصور في مسجد نبي الله سليمان، بس التصريح عاده ما قد طلع. فانا قلت ابى احكي لكم هذه القصه لين التصريح يطلع، واول ما يطلع التصريح ابشروا على خشمي ابى اروح اصور لكم.